الإعلامية والممثلة الكوميدية سمية العاضي. خبر مؤسف ومحزن قسما بالله العظيم. دائما احنا نشاهدها في ضحكاتها وفيديوهاتها التي تضحكنا، ولكن لا نعرف الجانب المخفي من حياتها. سمية العاضي نزلت فيديو على العاقل حارتهم، فزوجة العاقل زعلت وراحت لعند سمية قالت لها ليش تنزلي فيديو عليها؟ يمكن صارت بينهم يعني مشكلة، فسمية العاضي على طول راحت وجابت 711 وانهت حياة زوجة القاضي. والمصيبة في هذا الأمر أن زوجة العاقل كان في بطنها جنين، يعني نهت حياتها وحياة الجنين من سبب شيء يعني قسما بالله أنه مؤسف. الجانب المؤسف من حياة سمية العاضي بينها وبين زوجها مشاكل شديدة، وأصلا فيديوهاتها كلها تظهر معاناتها مع زوجها، تمثل أنها ممثلة كوميدية. وفي الجانب الآخر إذا ما سدته زوجها كيف بسده هو وأصحاب القرية؟ فأسأل الله السلامة، ولا أين وصل فينا الحال في اليمن. الله يحكم دماء اليمنيين. بس بالنسبة لزوجة العاقل التي خسرت حياتها وحياة ابنها الذي لم يرى الحياة بعد، إحنا ما نعلم الغيب ولا نعرف إيش الذي صار بينها وبين الإعلامية سمية العاضي، وإيش سبب ردة الفعل هذه اللي خلت الإعلامية سمية العاضي تنهي حياة المرأة هذه وطفلها الذي لم يرى الحياة بعد. ما يعلم الذي دار بينهن إلا رب العالمين، ولكن وجبت الرحمة على زوجة العاقل، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. الشيء الذي يحزن أن الإعلامية سمية العاضي نزلت فيديوهات قبل فترة أن عاقل الحارة يتحرش بها، وأنها راحت للحكومة اشتكت عليه، ولكن لا حياة لمن تنادي. المفروض الحكومة هذيك الأيام تتخذ القرارات وتحقق في ما جرى بينهم. هذا القصد.